وبعدين يا زيزو شو راح نعمل؟ إيه اللي شو راح نعمل؟ يعني خسرانين في النهاية والتعويض في القاهرة مو مضمون، أنا كلكان. بص أنت لغتك غريبة وأنا ما بفهمش نص كلامك، بس إحنا هنعوض في الفاينل. ما هو ده الفاينل يا زيزو وخسرنا 2-1. هنلعب الشوط التاني في القاهرة هوبا دم ترخ جون 1-0 بس كسبنا البطولة. طب وافرض هما جابوا جون يبقى كده الموضوع اتأزم وهنضطر نجيب جون تاني. بس افرض يا زيزو خسرنا البطولة اللي حاطين عليها أمل كبير السنة دي، نبقى طلعنا كده بالمولد بلا حمص، موسم صفري من غير ولا بطولة. نقول للجماهير ايه؟ وانا ارجع تونس بلدي اقول لهم ايه؟ يا اخي بقك بينقط طرنشات خرا، ما بلاش بؤس. عايز تبقشني ليه؟ خليك متفائل. ايوه انت خليك متفائل. انا كلامي من كلام زيزو. احنا نرجع القاهرة نقول 1 2 3 ونجيب جون ونكسب البطولة. وما تقلقوش حد فيكم يجيب الجون بس، وما حدش هيجيب فينا الجون. هتلاقوا صخرة واقفة في الدفاع محدش هيخترقها. صخرة إيه؟ احنا عملنا صفقات جديدة؟ شو يعني صفقات في نص الموسم يا زيزو؟ امال هو قصده مين بصخرة في انت قصدك مين يا عبد المجيد؟ انا يا زيزو. انت ده انا مش قلقان من حاجة في الدنيا غير منك انت يا عبد المجيد. اه والله يا زيزو انا مش عارفها، بس محسود كده ولا مش عارف. ده شفت في اول دقيقة الواد رمى نفسه قدامي، لا ربنا ستر بس وكانت هتتحسب ضربة جزاء. كانت هتتحسب ضربة جزاء يا ابني؟ ما اتحسبت ضربة جزاء بجد. ايوه بس ما جاتش جول، كان زماني شلت السبب وعملوا يا ابني. ما هي جت جون يا ابني والله. بس الحمد لله ان جزيري رجعنا الماتش وكان زماننا طلعنا خسرانين وعملنا ضغط علينا في ماتش العودة. الحمد لله. هو يا اسطى، هو عبد المجيد ده كان فين يا اسطى؟ هو بيتكلم فين يا عبد المجيد؟ احنا خسرانين يا عبد المجيد، احنا خسرنا 2-1 بجد. خسرنا؟ امال احنا كنا فرحانين ليه طول الماتش وعمالين بنرجع الكرة ورا ومقفلين اسكت يا عبد المجيد، اسكت، مش طالبة غباء. انت متأكد يا زيزو ان احنا كده وهناخد البطولة؟ انا دلوقتي بس اللي